اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. عسى مرحبا بكم في نهجة برا جديدة. سبقنا وحضرنا مع بعضنا بشكوت العيد التونسي ما غير فاكية. المرة ذي حبينا ندخلوا فيه شوية فاكية. الكمية هذه ما بين 150 جرام 200 جرام. كما تشوفوا عرجناهم وخليناهم يبردوا بعد رحيناهم. 4 كعبات عظم، 300 جرام سكر، زوز سكر فاني يا اما بنكهة الزهر ولا حتى بالفانيليا، مغرفة متاع ماكلة قشور برقدان مجفة ومرحية، ولهنا عنا نصف مغرفة متاع قهوة بسباس مرحي. لهنا نجمو نعملو الطريقة المعتادة متاعنا كونو نذوبو السكر بدينا وإلا كما عملنا نحنا هنا. سينو نعملو بدينا هكا تلين تتحل الحبيبات بتاع السكر. لهنا نفوحوا بروح العطرشية ونكهة العطرشية وإلا نستعملوا ماء العطرشية اللي هما 30 ملي. كان مش نستعملوا ماء العطرشية ما ننساوش رشة الملح، 300 ملي زيت ونزيدوها بشوية بشوية. نجم نستعملوا زيت نبات وزيت زيتونة ولا زيت زيتونة كلها. غرفة حليب بودر اللي هي 15 جرام واختياري كما تحبوش تعملوها تجبوا تستغنيوا عليها، أما راهي تزيد تبنن البشكوتو متاعنا. 125 جرام نشا، زوز باكوات خميرة حلويات اللي هما تقريبا 20 جرام، كيلو فرينة. أما عيننا ميزاننا مرسبواش كمية الكل خاطر نجمو نستحقوا كان 800 جرام و 900 جرام هنا راه. 60 جرام جلجلان مرحي، وما بين 60 جرام لوز و50 جرام بفريوة. نبداو نلمو في العجينة متاعنا. هذا هو قوام العجينة متاعنا كل لموها. ولهنا ناخذوا الماكينة ونحطوا العجينة متاعنا ونحضروا الطبقة متاع البشكوتو بالطريقة اللي الناس الكل نعرفوها. وطريقة تطيبه اللي باش يهز الطبقة متاعو للكوشة متاع الشارع حاجة أخرى، وباش يطيبه في الدار يحل الكوشة متاعو على درجة حرارة 180 درجة باش نعرفوا كونه حضر. شد روح بشكوتو متاعنا ونتحصلوا على لون الذهبي. يحطوا على 160 165 درجة حسب الفرن متاعو واللون اللي تحصل عليه في الآخر. فما شكون اللي يحبوا يكون لونه أفتح شوية. للناس اللي ما عندهاش الماكينة تنجم نستعمل الطريقة هذه سبقت وعملتها معاكم. ولهنا البسكوت متاعنا خرج من الكوشة كما تشوفوا اللون متاعو من برا ومن داخل هكايا. نقدموه مع قهوة عربي مع سيترونات قهوة حليب وإلا حتى كويس تاي أخضر منعنع.
بروليا وعملنا لي هكا نزينو شو. ما بقى كان نقولكم في دبار اخرى وبسلامه.